فوز تجاري، الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 1-0 ويؤمن الصدارة ويحافظ على فارق النقاط ما بينه وما بين الأهلي وبيراميدز ب3 نقاط على صدارة الدوري. الواحد زعلان جدا، اداء النهارده كان سيء جدا، من اسوأ المباريات للزمالك من فتره تقريبا يانيك فيريرا وكابتن احمد عبد الرؤوف، استمرار يعني فتره كابتن احمد عبد الرؤوف من الفترات البعيده قوي. يعني دي اسوأ مباراه اتقدمت في عهد معتمد جمال. الزمالك كسب طبعا الحمد لله، مكسب مهم، 3 نقط مهمين، لكن اداء سيء جدا. كابتن معتمد جمال قدم مستوى سيء جدا النهارده، سواء على اداره المباراه سواء على التغييرات، تاخير قوي في التغييرات. الزمالك قدم مباراه انا مستاء جدا، الواحد قاعد اخر لحظه حاطط ايده على قلبه ان احنا مش ممكن نتعادل، ده انا خايف ان احنا ممكن نتعادل ونلبس الجون الثاني. الزمالك لعب في هذه المباراه الاول 12 دقيقه تقريبا ولا اول ثلث ساعه تقريبا بالكتير قوي لغايه ما سجلنا الهدف، وبعدها بدقايق وبعد كده نمنا نوم تام جوه ال 18 بندافع، ما رحناش او ما خلقناش فرص او ما كناش مستحوذين بالشكل الجميل اللي لعبناه في اول 10 دقائق. مباراه سيئه جدا طبعا بشكل كبير. هنتكلم عن المباراه اكيد يا صديقي، بس في البدايه طالما وصل لك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك جديدنا اول باول. ولو انت مشترك في القناه اللايك الكومنت الشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس والحلقه توصل لاكبر عدد من الناس. الزمالك لعب النهارده بتشكيل المهدي سليمان، محمد ابراهيم، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، محمود بنتايج، محمد شحاته، عبد الله السعيد فتوح، خوان بزيرة، شيكو بنزا، وناصر منسي. الزمالك بدأ المباراة بشكل رائع جدا، ضغط، شراسة، في روح، في إصرار على المكسب، أداء جيد جدا، خلق فرص، بنروح باص قطع للخطوط وبنعمل باصات نوصل بيها، بنخلق فرص، والزمالك شكله جميل جدا. الزمالك فضل مسيطر مهيمن، الاتحاد مش موجود تماما، الزمالك حطه في قلب ال 18 والزمالك كان جيد جدا لحد ما الزمالك قدر يسجل هدف روعة من أحمد فتوح، ثرو باص يدرس من احمد فتوح، خيالي من احمد فتوح، الرؤيه والفيجن والعقل يا جماعه. احمد فتوح عمل مباراه جيده جدا لحد ما خرج تقريبا، يمكن هو احسن لاعب في الزمالك من وجهه نظري، اللي كان على الاقل ما كانش بيعمل باصات كتير غلط زي باقي اللعيبه. باص ممتاز من احمد فتوح لفرصه هدف المحققه طبعا، يقدر ناصر منسي يفنشها بشكل جيد جدا، يحطها في الزاويه عكس اتجاه جنش، يسجل الزمالك الهدف الاول والهدف. وبعد كده الزمالك ما جاش تماما، الزمالك طول الشوط الاول ما فيش خالص. ربنا كرمنا مع مجريات المباراه ولما ضغطنا شويه ان الاتحاد يطرد منه لعيب، لكن محمد شحاته بتصرف ساذج جدا ان هو ياخد الكره ويجري بيها، لمس الكوره بس، يعني ملهاش لازمه التهور في مكان زي ده. عم شحاته كلفنا طرد يكهرب المباراه ونبقى متساويين في الكفه مع الاتحاد، والمباراه تبقى رايحه بقى بعد كده في مساحات، والزمالك انا مش فاهم الزمالك النهارده في كم المساحات دي ازاي ما نستغلش المباراه زي دي ونكسب 2 و3. الاتحاد السكندري هو اللي بيلعب وبيستحوذ وبيلعب كوره جميله. كابتن معتمد جمال واقف على الخط، مش النهارده مش موجود، مش شايف اللي بيحصل، اللعيبه مش عارفه تباصي، كل كميه ميس باص كارثيه النهارده من اغلب اللعيبه. التحولات مفيش خالص، حد قدام بنروح مفيش حد خالص، الملعب فاضي قدام بنروح واحد لوحده، ناصر منسي لوحده في فدادين، يا اما خوان بزيرة في فدادين، يا اما شيكو بنزا فدادين، كل واحد بيجري لوحده في مساحات مهوله. مفيش تدخل من كابتن معتمد جمال، مش قادر يتصرف. انا مش فاهم كان مستني ايه، اتاخر جدا في التغييرات. كابتن معتمد جمال النهارده قدم مباراه سيئه جدا. الزمالك اجمالا كابتن معتمد جمال اللعيبه قدموا اسوأ مباراه للزمالك زي ما بقول لك من فترات بعيده جدا، من ايام يانيك فيريرا. الكابتن معتمد جمال قلت لك خلاص ان هو قدم مباراه سيئه جدا جدا جدا. اللعيبه، حسام عبد المجيد النهارده سيء جدا، كميه ميس باص مرعبه من حسام عبد المجيد، سواء الكره اللي بيسلمها بصدره وتتقطع واللي براسه، والباصات اللي بتتعمل طوليه تطلع للاوت طول الشوط الثاني لمحمد ابراهيم عملها مره واثنين، وكابتن معتمد جمال يزعق له ويعملها ثاني. فحسام عبد المجيد قدم مباراه سيئه جدا في فكره الباصات الكتير قوي اللي بتتقطع. محمد اسماعيل الى حد ما كان مقبول، مش جيد جدا بس مقبول، يعني افضل من حسام عبد المجيد. محمد ابراهيم جيد. محمود بنتايج ما كانش افضل حاجه النهارده، كان مستباح تماما. عبد الرحمن مجدي عمل عليه مباراه كبيره جدا، وكانت لاخر لحظه الكره اللي خدها عبد الرحمن مجدي وعدى من بنتايج وراح وعملها ارتو، كانت فرصه هدف. بنتايج النهارده ما كانش افضل حاجه، ما عجبنيش خالص، كان سيء جدا. في نص الملعب محمد شحاته صعب قوي، الطرد اللي عمله ده كلفنا كتير قوي. محمد شحاته اجمالا يعني ما لحقش محمد شحاته لانه اتطرد في الشوط الاول وكلف الزمالك طرد، ولعبنا ناقصين، كنا ممكن يريحنا طول المباراه، لكن محمد شحاته
لا تعليق. فتوح من افضل لعيبه الزمالك لحد ما خرج، بساط دقيقه جدا، استخلاص، بيقطع، بيعمل كل حاجه. فتوح كان جيد جدا. عبد الله السعيد لحد ما طلع كان مقبول لحد ما خرج. عبد الله بنتكلم في خوان بزيرة، روح، اصرار، عامل كل اللي عليه بصراحه، من افضل لعيبه الزمالك مع فتوح النهارده. بيرتد كانه باك شمال في الشوط الثاني لما لعب هناك، ولما كان بيلعب هنا في اليمين كان بينزل وبيتحرك وبيسحب اللعيبه وبياخد فاولات وبيتحكم في رتم الفريق. خوان بزيرة من افضل لعيبه الزمالك. وناصر منسي اللي كان مموت نفسه، بس عنده برضه النهارده مشكله ناصر في كميه باصات كتيره بيعملها، اللي بتبقى جايه له اللعيب بيطلع عليه فيروح عامل باص من وان تاتش يطلعها اوت وبتبقى عاليه قوي. كان محتاج ناصر يقف ويبدا يشتغل محطه النهارده، لكن كان بيقاتل، لكن بيحاول، جاب جون بشكل جيد. ناصر منسي قدم مباراه جيده. شيكو بنزا حدث ولا حرج، سيء جدا جدا النهارده. شيكو بنزا قرارات سيئه جدا، بياخد الكره ويجري بيها، كعادته رجع تاني افتكر ان انا لازم اخد الكره واجري. في كوره خوان بيصير رايح بيها انفراد، الراجل راح قاطع من الشمال جه اليمين وراح واقف قدامه، واللي اتحسبت عليه تسلل في الاخر. بدل ما كان يروح قدامه في المساحه كان خوان بيزيرة يعملها له بالعرض في قلب الجون تبقى جون، لا الراجل ساب مكانه وجاي يقف في وشه، عطل خوان بيزيرة. شيكو بنزا مباراه سيئه جدا، قرارات سيئه جدا. اللعيبه اجمالا ما كانش فيه النهارده لعيبه اقدر اقول عليه بوم، يعني خوان بيزيرة اللي بقول لك عليه جيد، واحمد فتوح اللي بقول لك كان النهارده جيد، مش برضه مش جيدين جدا، لكن اللي هم ايه احسن الوحشين. كابتن معتمد جمال حق الزمالك طول الشوط الثاني، هو بدا الشوط الثاني بتغييره بتاعه ربيع مكان عبد الله السعيد عشان يملى قلب الملعب. الزمالك فضل لحد الدقيقه 65 نص ملعب متاكل، محمد مجدي قفشه بيغرد وحيدا، بيلعب في فدادين، محدش بيقول له انت فين. ازاي المدير الفني واقف على الخط شايف ان مجدي قفشه عمال يتحرك شمال ويمين في قلب الملعب ومتساب، ولا قلت لحد امسكه، ولا بيتقفل، ولا بنجيب الكوره، ولا بنستخلص، ولا بناخد السكند بول، ولا بنقطع، ولا بنعمل اي حاجه، بنستنى ان الاتحاد السكندري هو اللي يغلط ويدينا الكوره. فكابتن معتمد جمال اتاخر جدا، كان لازم ينزل من بدري بمحمد السيد وادم كايد وعداد دباغ من بدري جدا. الزمالك كان باين ان هو سيء جدا طوال الشوط الثاني، فكابتن معتمد جمال اتاخر بشكل كبير، قدم مباراه سيئه جدا، اداره فنيه سيئه جدا على مستوى كل حاجه. حتى لو ما غيرتش، طب اتكلم مع اللعيبه، كلف حد يمسك قفشه، حد يقف، ابدا اقف اقفل زي ما وقفت في ماتش بيراميدز، اقف صح، اقفل صح، وابدا روح على التحولات. النهارده مفيش اي حاجه خالص حصلت على ارض الملعب. الحمد لله، يعني رغم كل الكوارث دي الحمد لله 3 نقط مهمين، مكسب مهم، نروح نأمن الصداره ونحافظ على الفرق 3 نقط مع الاهلي. بس يا رجاله الكلام ده مش هينفع في الماتشات اللي جايه، ومش هينفع في الدوري اللي احنا عايزين بنقول كل ماتش ناخده ماتش كاس ولازم نكسبه. الموضوع ده لو اتكرر، اللي اتكرر النهارده والاداء اللي اتكرر النهارده والاسلوب اللي كابتن معتمد جمال كان بيلعب بيه والاداره السيئه الفنيه السيئه وقرارات اللعيبه السيئه، لو قررت في ماتشات من اللي جايه بعد انبي او بعد انبي، انت بتتكلم في مباراه ناريه، محدش هيسمي عليك لو لعبت سيراميكا ولا بيراميدز تاني ولا الاهلي ولا المصري. لو لعبت فرق من الفرق دي، مش اللي انت عملته النهارده ده يخليك تزعل. فاتمنى نخلي بالنا الفتره الجايه. الحمد لله 3 نقط مهمين، مليون مبروك ال3 نقط اكيد، لكن الواحد زعلان بشكل كبير جدا على الاداء، لكن مفيش مشكله، خلاص في مشوار الامتار الاخيره من الدوري عادي، هنعدي، هندعم ونقول الحمد لله ونزق الدنيا، عشان احنا عارفين واحنا واخدين قرار ان احنا هنزق لحد ما الامور تمشي بينا على خير لاخر الموسم. بس لازم نقول ولازم نتكلم ولازم ننبه الناس، خدوا بالكم اللي احنا بنعمله ده النهارده ما ينفعش يتكرر تاني، لان لو اتكرر قدام فرقه عندها كواليتي قدام اعلى شويه، او ناس شارب في الكور اللي راحت بقى دي كلها جوان، النهارده انت كنت ممكن تلبس 1 و2 و3 وتتغلب، مش تخرج حتى متعادل. لكن الحمد لله اتمنى اللعيبه تراجع نفسها في القرارات والباصات والحاجات اللي رحنا بيها التحولات. فان شاء الله اللي جاي يكون خير، ونتقابل دايما على خير يا صديقي. ده كان كل اللي معانا في حلقه ما بعد المباراه وتحليل مباراه الزمالك والاتحاد، وان شاء الله نتقابل دايما واحنا كسبانين، والاداء يكون احسن من كده الماتشات اللي جايه، سواء ماتش انبي وماتشين الكونفدراليه، عندنا ماتشين صعبين جدا لازم نلم ونركز شويه، لان ال3 ماتشات الجايين مهمين جدا، يحافظوا على وجودنا في الدوري ويفرقوا معانا في الكونفدراليه. يعني احنا الماتش ام بيفرق معانا قوي في الدوري، لازم نكسبه، والكونفدراليه بطوله يصعد يخرج، فلازم نركز، وان شاء الله اللي جاي يكون خير. بس كده يا صديقي، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول، ولو انت مشترك في القناه لايك الكومنت والشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج على الطاير، نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.